هو في فرق يا صديقي بين النوم بالليل والنوم الصبح حتى لو كان نفس عدد الساعات؟ طب وايه اللي بيحصل لجسمنا في الحالتين؟ وانا ابراهيم صدق اخصائي تغذيه، وده الجزء العاشر من سلسله المقارنات، ويلا بينا. الطبيعه البيولوجيه لجسمنا ان هو ينام بالليل ويصحى بالنهار، ان يشوف شغله بقى ويشوف وراه ايه. اما في الوضع الحالي يا صديقي للاسف بيحصل العكس. انا عارف ان بيكون في ناس دي طبيعه شغلها ودول ربنا معاهم، فالنوم بالليل بقى يا صديقي ده بيتفرز فيه هرمون الميلاتونين، بيتفرز بشكل اكبر لما تنام بالليل، وده بيساعدك انك تكون نايم مرتاح ومزاجك بيكون احسن وبيعمل ريكفري للجسم، وبالتالي المناعه بتاعتك هتكون احسن، وبتكون بقى يا صديقي صاحي فايق كده ونشيط، والتركيز عندك بيكون احسن. اما النوم الصبح يا صديقي او في النهار ده بيعمل اضطرابات في الساعه البيولوجيه لجسمك حتى لو بتنام نفس عدد الساعات. وطبعا يا صديقي للاسف مش هيبقى بنفس جوده النوم بالليل، ده غير انك هتبقى صاحي تعبان وتفضل طول اليوم تعبان برضه، مش هتفوق بسرعه وتبقى عايز تنام طول الوقت، وتبقى مصدع يا صديقي وكسلان كده، والنشاط بتاعك اقل. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان هستناك في الفيديوهات الجايه. سلام.